مساء الخير والعافيه. تتفقون هيك غرف خاليه من النقوش تزيدك بالهدوء والجمال؟ حقيقه انا احب هيك غرف. هاي الغرف اللي تكون ابواب مالتها خاليه من النقوش وخاليه من التيجان اللي تكون على الكنتور، تحسسك بالهدوء والجمال. كولكشن جدا قوي ومميز، كواليتي درجه الاولى، وضمن الاصباغ البويه. هاي الغرفه عليها عرض خاص، موديل جديد وحصري، موديل فيروز. سعرها مقارنه بين معاملها جدا مناسبه، سعرها 3 ملايين فقط مع الشد والتوصيل مجاني. هاي الغرفه انصح بها جميع زبائن معرض ومعمل خزرج الاثاث، موديل فيروز. ادخل بتفاصيلها. ملاحظه جدا مهمه، جميع ملحقات الغرفه، الوجه، صفاح، ملحقات، كل الغرفه تكون 5 ملم صاج طبيعي. الهيكل الخارجي مالته يكون زان 7 سنتيم. تاج، لف الابواب والمجرات كلها تكون زان. طبعا الابواب مؤطره باطارات زان 4.5 سنتيم، زياده قوه، زياده متانه، زياده جماليه لهذه الغرفه. موديل فيروز. داخل صاج طبيعي 4 ملم، الظهر شرشوب اطارات فل وشد، الارضيه تكون بلوك بور صاج. ندخل بتفاصيل وقياسات هاي الغرفه. طبعا القياس مال الكنتور يكون ستاندرد 3 متر و60، ارتفاعها مترتين ونص، النزال يكون 60 سنتيم. نحشي على التقاطيع الداخليه. طبعا الكواليتي مالتها الانسان جدا عالي بهاي الغرفه. نفس ما قلت لكم الكواليتي مالتها يكون ضمن اعمال الدرجه الممتازه بهالقوه وبهالمتانه بهالشكل هذا. داخل تكون صاج طبيعي 4 ملم، بهالقوه وبهالمتانه. اليد لننساها، الكواليتي كذلك مالتها اليد يكون ثقيله. التقاطيع الداخليه مال هاي الغرفه، التقاطيع الابواب اللي تكون على اليمين تكون ملحق مع رف عدد واحد، رف عدد واحد مع بوري. ننسى الارضيه نفس ما قلت لكم، الارضيه تكون لوك بورد صاج. اما بالنسبه للابواب اللي تكون بالوسط تكون بوري عدد واحد مع مجرات عدد 2 بالاسفل، تكون حفره بالخشب لسهوله الاستخدام. طبعا المجرات تكون بلوك بورد صاج، حفر بالخشب لسهوله الاستخدام بهالشكل هذا وبهالجماليه. اما بالنسبه للابواب اللي تكون على اليسار تكون رفوف عدد 2 مع قاطع مخفي داخلي مع قاصه داخليه بهالشكل هذا. قاطع مخفي داخلي يكون بوري مع رفوف عدد 2 مع قاصه داخليه بالداخل. هاي بالنسبه للكنتور. اما بالنسبه للزاويه تكون كنتوريه بارتفاع الكنتور بهالشكل هذا. طول مال الزاويه يكون 1.20 متر، نزال يكون 60 سنتيم، ارتفاعها 1.2 متر، يعني الكنتور والزاويه في خانه وضلع 4 متر و70 سنتيم. التقاطيع الداخليه مال الزاويه تكون رف عدد واحد مع بوري. التقاطيع الداخليه مال الزاويه رف عدد واحد مع بوري، زاويه فل وشد لسهوله التنقل. طبعا نفس الكنتور مع ابواب عدد 2 ملحق. هاي بالنسبه للكنتور وبالنسبه للزاويه. اما بالنسبه للشربايه، شربايه بهالشكل هذا وبهالجماليه، تكون دوشه خياطه يدويه. طبعا هذا التاج مالته يكون ثقيل. هذا الخشب يكون لوح خشب تحفير بالخشب، يكون زان بهالشكل هذا وبهالجماليه وبهالقوه. الدوشه خياطه يدويه. الراس الناصي يكون بهالشكل هذا وبهالجماليه وبهالقوه هاي. طبعا هذا الخشب كله لوح خشب زان تحفير بالخشب. دوشمه من افضل انواع القماش. طول الشربايه يكون 3 امتار، المنام مالته يكون 180 في مترتين. القاعده او المنام او التخت يكون قطعتين، قطعتين يكون 8 ارجل، زيد متانه زيد قوه. الكومود اللي يكون على اليمين يكون 3 جرارات، حفر الانساها بالخشب. طبعا جميع ملحقات الغرفه دنيق اللي في الابواب المجرات تكون زان، وكذلك الكواليتي مال الصاج يكون 5 ملم صاج طبيعي. هاي المجرات مالتها تكون حفره بالخشب. اما بالنسبه للابواب او بالنسبه للكومودي اللي يكون على اليسار يكون كذلك مجرات عدد 3. هاي بالنسبه للشربايه. اما بالنسبه لميز المرايه هالشكل وهالجماليه، يكون 1.60 متر، ابواب عدد 2 يمين ويسار بهالشكل هذا، مع خانه داخليه او رف داخلي، مع 3
مجرات في الوسط، 3 مجرات حفرة لسهولة الاستخدام. طبعا السطح مالته يكون عدل مسطح بهالشكل هذا، طته جماليه، طته قوه، طته متانه. هاي بالنسبه لميز المرايه. اما بالنسبه للكومود الجزامه هالشكل هذا، يكون ابواب عدد 2 مع رف داخلي مع مجرات عدد 2 في الوسط. طبعا الكومود يختلف عن باقي التصاميم، الطاء جماليه والطاء اختلاف عن جميع الموديلات اللي نزلتكم اياها سابقا. موديل زمردة او العفو موديل فيروز، هذا الموديل متوفر حاليا داخل صاله العرض الخزرجي الاثاث. نفس ما قلت لكم انصح بجميع زبائن معرض ومعمل خزرجي للاثاث العراقي. هاي الغرفه سعرها مقارنه بالمواصفات اللي ذكرتها جدا مناسبه، سعرها 3 ملايين فقط مع الشد والتوصيل مجاني. نأكد خدمه التوصيل والشد مجاني الى جميع محافظات العراق. ارقامنا 0772 468905 0781 845 40. هالغرفه انصح بها جميع زبائن معرض ومعمل خزرجي للاثاث العراقي، حلوه شغلها حلو مقارنه بعملها. تحياتي لكم.